انا دلوقتي عملت ذنب، لما اعمل ذنب ده وانا مش معصوم تمام، فانا غصب عني لقيت نفسي مره كده هو فلتت مني فعملت الذنب، هيترتب على وجود هذا الذنب ايه؟ ندم على هذا الذنب، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه، ويترتب عليه خوف على العلاقه اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه، وهيترتب عليه توبه، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه، والله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تمام. وهيترتب عليه إن أنا أكفر عن هذا الذنب بإن أنا أقبل بالعمل الصالح أكثر، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه. وهيترتب عليه أحيانا إن أنا نفسي تتكسر قدام نفسي، ما دام أنا راجل بقى صالح وبعمل أعمال خير كتير جدا، ومرة واحدة يجي الذنب يقوم من حيث لا أتوقع أقع فيه، فنفسي اللي كانت بدأت ان هي خلاص بقى تنتفش بقى وتحس بنفسها، بدأت ان هي لا ما تفتكرش نفسك ان انت جامد قوي، انت مش معصوم، فيحصل انكسار للنفس والاستغناء عن او الخروج من الحول والقوة والاقبال على الله عز وجل، وان انا اعيش في حوله وقوته وانسب ده لله عز وجل، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه. فوجود العدم او انتفاء العصمة يترتب عليه خير كتير جدا جدا جدا، اكتر من الخير اللي كان هيبقى موجود لو كانت العصمة موجودة.